السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة. النهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد وعن أتواب الحمام، والنهاردة هنتكلم عن أساسيات الدبورة الخضراء. في الفيديو السابق اتكلمنا عن الدبورة الصفراء وأساسيات الدبورة الصفراء. النهاردة هنتكلم على أساسيات الدبورة الخضراء، وايه اساس الدبورة الخضراء، وايه غوامق الدبورة الخضراء، وايه الفواتح الدبورة الخضراء، وايه هو جين التفتيح. تعالوا معانا نتفرج، ويشرفني ان انا احط لحضراتكم بعض الصور للاستاذ ماهر حزين رحمة الله عليه. هنشرح لحضراتكم كل حاجة بالتفصيل. ايه هي الدبورة الخضراء؟ اساس الدبورة الخضراء التيرة الازازية. التيرة الازازية لونها بيبقى رمادي مزرق، نهدها ازرق، رمادي غامق، مخضر. ده بسبب جين التقزح اللي بيدي خضار في النهد. جسمها زي ما احنا قلنا رمادي مائل للازرق، عندها حبايك رمادي غامق، عندها حبيكتين رمادي غامق. كل جسمها سادة ما عدا الرقبة والحبيكتين. وده يعتبر في الالوان اللي هو البلو بلاك، اللون البلو بلاك، زي الازايزة في المسافات، زي الازايزة في الصوافة. ده اللون البلو بلاك. نمط البار اللي هو فيه الحبايك او الدبك، لو هي هتطلع زغلولة من زغرها هيبقى فيها الدبك. والحبيكة زي ما احنا عارفين ان هي بتيجي مع الوقت، مش مش تبقى مع الزغلول وهو طالع. الزغلول بيطلع ابيض، وبعد كده كل سنة بيغمق لحد ما يبقى مزرزر ويعمل الحبايك. يبقى الإزازية أساس الدبورة الخضراء عندها نهد غامق كابب على الخضار، عندها الدبك، الشريطين اللي على الكتاف، وكل جسمها رمادي مايل على الزرقان. دي أساس الدبورة الخضراء، بشرط ما يكونش في نهدها دوابير حمراء. كل النهد بتاعها بيبقى أخضر. لو في حمار يبقى داخلها الدبورة الصفراء. اللي هيعرفنا الإزازية دي كمان مش داخلها الدبورة الصفراء، الإزازية الصح اللي من ورا الدبورة الخضراء عينيها بتبقى لونها جاي على زيتي أو مزرقة شوية. ده اللي بيحدد لي الإزازية اللي هي بيور مفيهاش دخيل من الدبورة الفصيل التاني للدبورة الصفراء. دي الإزازية اللي هي أساس الدبورة الخضراء. أول بداية الدبورة الخضراء واللي سمعناه من أساتذتنا الكبار هي الإزازية الدبورة الخضراء في الصوافة أو الحمام الغزار العلوية. يبقى كده حضراتكم عرفنا الإزازية طوبها. الإزازية من غوامق وثوابت الدبورة الخضراء. نيجي للصافي الأبيض اللي طوبه صافي أبيض، وفي القاهرة والمرحوم الحاج ماهر بيقول عليه صافي بنيدي سادة. ده بيبقى فرد أبيض خالص، أبيض بيشبهوه لك زي اللبن الحليب، عينيه بيضة زي الألماس. طبعا مع الاحتفاظ مع تكوين الصافي، أنا بتكلم في الأتواب طبعا، مش بتكلم في تكوين صافي ووش وشكل وجفون. كل الكلام ده خلاص عرفناه، واحنا النهاردة بنتكلم في الأتواب. الصافي الأبيض السادة أبو عينين بيضة ده يعتبر جين التفتيح. عندنا لونين في جينات التفتيح، اللون الابيض واللون الكريمي، اللون البيج الفاتح واللون الابيض. الاتنين دول اسمه جين التفتيح. جين التفتيح بيخش
على الإزازية، يعني لو فرخنا الصافي على الإزازية، جين التفتيح بتاع الصافي هيخلي الزغاليل اللي طالعة في منها خلايلة، وكده اللون الأبيض دخل فتح الإزازية طلع لنا خلايا. وفي نفس الوقت هيجيب أزايزة، وهيجيب برقبات خضر، وهيجيب مزرزرات، وهيشكل. المهم نعرفه ثوابت الدبورة الخضراء: الإزازية والصافي الأبيض. أول حاجتين بنلعب بيهم في الدبورة الخضراء الإزازية اللي نهدها مفهوش أحمر، والصافي الأبيض. هنقدر نطلع منهم الخليلية، هنقدر نطلع أبو رقبة خضراء أو الصافي أبو رقبة خضراء اللي كان مخته بيضة والطوق أخضر والجتة بيضة، صافي برقبة خضراء، غير أبو رقبة خضراء اللي هو بيبقى فيه تشابيح. يبقى الفرق ما بين الصافي الأبيض والصافي أبو رقبة خضراء إن الصافي الأبيض الكموخة بيضة والجتة بيضة، جتته على بياض. وده هنشرحه في توب بالتفصيل، بس احنا بنشوفوا الناتج اللي هيطلع من دخول الصافي على الإزازية، من أول الصافي برقبة خضراء لأبو رقبة خضراء لحد الأربع أنواع المزرزرات بتوع الدبورة الخضراء والرصاصي. الكلام بالفهم، مش حافظين. شفنا ودخلنا المعمل وفرخنا وجربنا وعملنا أتواب، وفي فيديوهات حمام في غيتي مزرزرات بالأتواب كلها بتاعت المزرزرات، وفرخناها وعرفنا بتيجي منين، وقدرنا نحافظه على الصافي الأبيض اللي هو أصعب حاجة في الدبورة الخضراء. الحمد لله ربنا وفقنا إن احنا نحافظ على الطوب الصافي الأبيض. في فرق ما بين التكوين عشان الناس اللي بتخلط ما بين الأمرين، وما بين الطوب. تكوين هنقوله صافي، قلنا صافي أبيض يبقى ده الطوب صافي. الطوب في منه العادة، في منه المكلتم، القاطع فرط اللي هو أعلى درجة من درجات الحمام الغزار اللي على بياض اللي احنا بنسميه الصافي. يبقى ما نخلطش ما بين الطوب وما بين التكوين. طالما قلت بعديها صافي أبيض يبقى أنا بقصد الطوب. قلت صافي وسكت يبقى ده التكوين، الدماغ الصغيرة، العظم اللي ما بيخرجش عن دوران الدماغ، الجفون الرقيقة، الرجلين القصيرة، مورق، كل الحاجات اللي احنا عارفينها على الصافي. الرقبة اللي عاملة زي رقبة الأفعى، الرجلين الواطية، كل الكلام ده طبعا عارفينه. بس احنا نلفت نظر حضراتكم ان احنا عارفين كويس جدا الفرق ما بين الصافي الأبيض كتوب والصافي كتكوين. ما نخلطوش ما بين الاتنين او يبقى فيه لغط اللي احنا بنقوله على العادة صافي ابيض. لا، احنا المقصود توبه صافي ابيض مش تكوينه. الحمام مش بيطبع وبيجيب نفسه بالورقة والقلم، ده دخول ذكر على تيرة، وحسب ما بيبقى فيه مجاوبة الذكر ده والتيرة دي جاوبوا على بعض هيبدأوا يجيبوا حمام. ومش ممكن لو انت فرخت من القص 5 6 زغاليل لازم هيبقى فيه فروقات في التقليب في التكوين، لكن مش هنخرجه من الباب. اكبر هواي كان عندها صوافة، الحمام ده كان بيتنش، كان في منه ساعات بيطلع فيه بطحة، ساعات سنة الجفن محمل، الوش خرج شوية، عيوب شرعية لكن مش عيوب نتيجة دخيل على الصافي او الحمام الغزار التعبير. يبقى لازم نعرف الفرق ما بين طوب الصافي الابيض وتكوين الصافي، مهم جدا اللي احنا نعرف. النهاردة عرفنا الازازية
من غوامق وثوابت الدبورة الخضراء، والصافي الأبيض اللي هو صافي البنيدي سادة في بعض المحافظات، اللي هو جين التفتيح، وبيخش وهيجيب لنا حمام شكله ايه. ايه الأتواب اللي أقدر أعملها من الصافي الأبيض والإزازية ولحد ما الفرد يلبس بدلة؟ ده هيبقى في فيديوهاتنا القادمة إن شاء الله. انتظرونا في الفيديوهات القادمة، وهنشرح كل طوب بالتفصيل وازاي يتفرخ، وحاجات كلها بالمنطق بالفهم، مش بالحفظ او بالكلام، وان انا احفظ واعيد واكرر من غير ما اكون جربت، من غير ما اكون فرخت شفت الحاجة دي على الطبيعة ومارستها. شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم، وإن شاء الله انتظرونا في الفيديوهات القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.